أهلا بيكم متابعين قناة الفكرة الأصلية. أكيد طبعا كلنا بندور على موقع نقدر إن احنا نستخدم من خلاله كل حاجة بالذكاء الاصطناعي، من حيث إنشاء الفيديوهات أو حتى الصور أو حتى الصوت. فكل ده هيكون متوفر في الفيديو بتاع النهاردة ده وبشكل مجاني تماما. فخلينا بدون مقدمات كتير، ما تنساش اللايك والاشتراك في قناة الفكرة الأصلية، وخلينا ننتقل للشرح. زي ما انت شايف دي واجهة الموقع اللي بكلمك عنه النهاردة، وكل الروابط هسيبها لك عامة تحت في التعليق المثبت. بعد لما بتيجي على الموقع ده، كل اللي انت هتعمله انك هتيجي تضغط فوق هنا على كلمة create، هيحولك للواجهة اللي انت شايفها عندك دي، واللي هتلاقي فيها اكتر من حاجة. كل اللي انا هعمله هاجي واضغط هنا على كلمة start creating عشان يطلب مني تسجيل الدخول. هبتدي ان انا اسجل باستخدام حساب جوجل. طبعا حابب اعرفك حاجة ان هو بيقبل معاك اي ايميل حرفيا، فتقدر ان انت تسجل بيه. ولكن اعرفك تركة بعد التسجيل، وبعد التسجيل على طول فهلاقيه بيفتح معايا بالشكل اللي انت شايفه ده. باجي واضغط هنا على كلمة سكيب. طيب ايه التركة اللي قلت لك عليها؟ اول حاجة لو جينا هنا بصينا على الايميل، فهنلاقي اللي هو بيدينا 100 كريدتس نقدر ان احنا نستخدمهم في النسخة الفيري. ولكن لو انت سجلت باي ايميل ثاني، فالايميلات التانية مش هتاخد فيها كريدتس، ولكن هتسجل معاك بدون أي مشكلة. طبعا حبيت أقولك على النقطة دي عشان تبقى عارف، وعشان لو في شخص جه قال لي الموقع مش بيديني كريدتس. وبرضه في نقطة ثانية، انت لو سجلت في الموقع وما لقيتش عندك كريدتس، فانت ممكن ما يكونش متوفر في بلدك أي حاجة من الحاجات دي. المهم، هبتدي ان انا اجي بقى كده الاقي عندي اكثر من حاجة في الواجهة اللي قدامي دي: الايجنت والايمج والفيديو والاوديو. طبعا لو جينا هنا على الايمج، فانت هتلاقي عندك موديلات كتير احترافية. اول حاجة فهتلاقي عندك جي بي تي ايمج 2، بعد كده هتلاقي ميد جورني، بعد كده نانو بانانا برو، بعد كده نانو بانانا 2، وسي دريم، وسي دريم لايت. وهتلاقي عندك موديلات كتير تقدر ان انت تستخدمها زي ما انت شايف حاليا كده. طيب انا مش حابب اعمل لها ايمج، طبعا هتلاقي برضو عندك اوديو، ولكن انا هاجي بقى هنا على الفيديو، حابب ان انا اعمل فيديو من خلال الموقع ده. ايه الموديلات اللي موجودة؟ فاقول لك انت حرفيا عندك موديلات كتير جدا. اول حاجة هتلاحظ ان انت عندك هنا كلينج 3، بعد كده سيدانس 2، هتلاقي عندك اللي هو الفاست، وهتلاقي الميني. ولو نزلنا تحت شوية فهتلاقي فيو 3.1، وتلاقي برضو عندك موديلات تانية كتير زي اللوما 2.7. وهتلاقي عندك بقى حاجات ثانية كتير جدا تقدر ان انت تستخدمها من خلال الموقع ده. انا صراحة هستخدم سيدنس 2 العادي، مش هستخدم الفاست. هتلاحظ بقى هنا اللي انت بيقولك ان الفيديو هياخد منك 11 كرايتس بس. طيب هل الكرايتس دي حقيقية؟ فأقولك بالفعل الكرايتس حقيقية، وطبعا كل ثانية. فهي ب11 كرايتس. يعني بحسبة بسيطة انت ممكن تيجي هنا كده وتبتدي انك تنزل تحت شوي وتختار أي عدد ثواني أنت عايزه، ولكن تحت ال10 ثواني. على سبيل المثال أنا حابب مثلا أعمل فيديو مدته تكون 8 ثواني، فهبتدي اللي أنا أختار 8 ثواني بالشكل ده. طبعا كل الإعدادات عندك فهتلاقيها بالشكل اللي أنت شايفه ده. هنا تقدر إن أنت تختارها بكل سهولة. أول حاجة هتلاقي عندك الكواليتي بتاعت الفيديو، فاللي أنا بنصحك بيه إنك تسيبها 480 بي، وتقدر ان انت تعلي الكواليتي دي من اي موقع خارجي، لان دي بتفرق جدا في الكريدتس، وبالاخص لو انت بتستخدم المواقع دي بشكل مجاني. بعد كده الاقي عندي مقاس الفيديو، فبتختار المقاس المناسب. فانا هسيبه 16 الى 9. بعد كده هننزل تحت شوية زي ما قلنا المدى، فانت هتيجي وبتختار المدى اللي انت عايزها. فانا هسيبها زي ما انت شايف كده 8 ثواني. بعد كده الاوديو، فهتلاقيه متفعل عندك بالشكل اللي انت شايفه ده كده. كل اللي ناقص لي انا اكتب البرومبت، ولو حابب ارفع ريفرنس، طبعا الريفرنس هنا فانت تقدر ترفع صورة او حتى فيديو او حتى صوت، وده المعروف عن سيدانس 2. طبعا انت لما بتغير الثواني هنا الكريدتس مش بتتغير معاك، فهل ده معناه ان هو هياخد مني 11 كريدتس لمدة 8 ثواني؟ فاقول لك لا، طبعا زي ما قلت لك هو المدى ال4 ثواني بياخد 11 كرايديتس، فانت كل ثانية هتزودها هياخد 11 كرايديتس زيادة. خلينا نبتدي نكتب البرومبت. فبضيف البرومبت عندي بالشكل ده كده. اعتبر انا خلاص اخترت جميع الاعدادات بتاعتي. طبعا تتاكد ان دي معموله واحد، لان دي عدد الفيديوهات اللي هو بيعملها لك
طبعًا معاك لحد 8 فيديوهات. الميزة هنا أنت لو مثلًا بتعمل فيديو مدته 4 ثواني، فأنت تقدر تعمل حتى 4 فيديوهات بشكل طبيعي جدًا بنفس استخدام الprompt الواحد. كل اللي أنا هاعمله باجي واضغط هنا على علامة الcredits دي عشان يبتدي اللي هو يعمل لي generate. طبعًا بيجيب لك الواجهة اللي أنت شايفها قدامك تلقائيًا دي، وهتلاقيه بيقول لك هنا إن هو هياخد منك 10 دقايق كاملين، وهيفضل ثابت على نفس الواجهة، مش هيتغير خالص حتى لو استنيت أكتر من 10 دقايق. طيب الفكرة وبكل بساطة إن أنت بعد الدقيقتين بالضبط أو 3 دقايق بالكتير على حسب المدى اللي هو بياخدها، هتبتدي إنك تعمل refresh للصفحة، هتلاقي إن الفيديو ظاهر قدامك بدون أي مشكلة. غير كده كمان، فهو مش بياخد منك ال10 دقايق دي تمامًا عشان برضه تطمن في بداية، وزي ما أنت شايف حرفيًا في أقل من دقيقتين بالضبط الفيديو خلص معايا بكل سهولة. خلّينا نبتدي اللي إحنا نيجي ونشغّل الفيديو ونشوف النتيجة. فزي ما أنت شُفت النتيجة اللي قدّامك، فهي باستخدام سيدانس 2 العادي حتى مش الfast. طبعًا الfast فهتلاقيه بياخد منّك credits أقل بكتير جدًا من سيدانس 2 العادي. كل اللي أنا هاعمله هاجي وأضغط هنا على علامة التحميل وألاقي إن الفيديو بينزل معايا. طبعًا الفيديو بينزل معاك بدون watermark، ودي الميزة اللي في الموقع ده، اللي هو بينزل لك الفيديو زي ما أنت اخترت بالضبط بدون أي إضافات عليه. فكده بالتالي أنت تقدر إن أنت تستخدم الموقع ده من حيث الفيديوهات أو حتى الصور. طيب أنت دلوقتي بقى حابب إن أنت تستخدم طريقة مضمونة تعرف إن أنت تستخدم بيها سيدنس 2 بشكل مجاني تمامًا، وزي ما بأكد عليك فهي هتكون بشكل مجاني تمامًا. هتستخدم الموقع اللي قدامك ده، تيجي تضغط عندك هنا على كلمة sign up، بعد كده هيحولك للواجهة دي. أنت بمجرد إن أنت بتسجل باستخدام أي إيميل، فهتلاقيه بيسجل معاك بدون أي مشكلة. الأفضل إن أنت بتضغط هنا على كلمة continue with email، وبعد كده بتختار اللي هي الverify عشان يبتدي اللي هو يبعت لك كود. هو بمجرد ما بتسجل هيفتح معاك بالشكل اللي أنت شايفه ده. هتلاقي إن أنت عندك هنا الagent وفي الimage وفي الفيديو. طبعًا بنيجي هنا على الفيديو هتلاحظ إن أنت عندك Cdance 2 mini فهي free. بعد كده لو جينا بصينا فهتلاقي برضه إن أنت عندك الfast Cdance 2 fast فهي free، وبيكون ليك فيديو واحد بس للموديل تقدر إن أنت تستخدمه للحساب. وزي ما قُلت لك هو بيقبل أي إيميل، فبالتالي تقدر إن أنت تستخدمه بلا حدود. فده كده يعتبر كان فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط، حبيت أجيب لك المواقع اللي أنت بالفعل تقدر تستخدم من خلالها سيدانس 2، ومش بس سيدانس 2، موديلات ثانية كتير. فسيبك بقى تجرّب كل ده، وعايزك تقول لي رأيك تحت في الكومنتات. فده كان فيديو النهارده من قناة الفكرة الأصلية، أتمنى الفيديو يكون عجبك واستفدت. فلو استفدت أهم حاجة ما تنساش اللايك والاشتراك في قناة الفكرة الأصلية.